مرة أخرى أعزائي مشاهدي قناة الكرة جوان، وأحداث الشوط الثاني من لقاء النادي الأهلي مع نادي إنبي في نهائي كأس مصر. انتهى الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي بهدف جميل لعماد متعب في الدقيقة 30. عموما المباراة بدأت، يعني عاوز أقول حاجة ملحوظة كده النهاردة حصلت وأنا جاي من اسكندرية، بصينا لقينا السقف بتاع رمسيس، محطة رمسيس بيخر مية. مين من الفراوده قاعد بره؟ مفيش يا كابتن. عادل موقوف من الماتش اللي فات من ساعه ما ضرب الحكم، ومحسن حالف ما يلعب الا لما ياخد فلوسه، وسيد البواسير مبهدلاه. مفيش بقى الا كونجو. كونجو؟ طب خليه ينزل يلعب. هو مين يا كابتن؟ كونجو. يا كابتن انت عمرك ما نزلته الملعب. انا عندي تغيير واحد، لازم هو يلعب. خلاص اللي تشوفه، ما خربانه خربانه. راح فين ده راخر؟ نزلت من البيت في المطر ما همهاش برد الشتاء. كونجو! في ايه؟ حد يخش على حد وهو بيعمل كده؟ يلا يا كونجو عشان تنزل الماتش. أنهي ماتش؟ ماتش الاهلي يوم ايه؟ اللي شغال بره دلوقتي. انا هلطشك على وشك على فكره، انت كل شويه هتيجي تشتغلني وتقول لي امشي يلا. ده هيبقى اول ماتش تلعبه في حياتك. يعني انا اول ماتش العبه في حياتي هتنزلوني ضد الاهلي؟ الا ما عملها مع بني عبيد، لا يكون قال جمال وانت سمعتها كمان، روح شوفه بس واتاكد. يا ريت قال كمال، ده قال كونجو. هو رجع للبرونكولاس تاني؟ اصل هو لما بيضرب بيبقى. طب يلا بينا نلحقه، يلا. مش كنا رحنا اتفرجنا على ابنك في الاستاد؟ تكنيل انت راخر، رحنا فين؟ بتلاقي الاستاد ده كبير قوي وتلاقيه مليان اهلاويه كتير، دول كانوا كلونا. هو انا يعني مكتوب على وشنا انبي، محدش هياخد باله. انت مالك في ايه؟ في ايه؟ ده ماتش مهم، انت متاكد؟ ما انت لازم تلعب. هلعب ايه بس؟ العب رايتي اللي موجود هناك. هي فارقه، هلعب فين؟ هي فارقه. يعني انت متاكد؟ انت هتتعب قلبي ليه؟ خلاص ما توترنيش اكتر ما انا متوتر خلاص. المساعد بيهديه، ما هو كمان مش عاوز، وبيتكلموا زي ما يكون مقبوض عليه وبيقول له مش عملتش حاجه. المهم راح للدكه زي ما انتم شايفين. الله، ده بيسلم على البدلاء زمايله واحد واحد. داخل عزا ولا ايه؟ ده انت يا ابني داخل مباراه. هنشوف. عموما يعني بيجمع كل قوته. الحبه اللي انتم شفتوهم دول هو بيضيع الخوف اللي عنده. يلا يا عم. أنا كمان نجيب كونجو، من صغري وأنا متعلق بالكورة، والنهاردة أول ماتش مهم هلعبه في حياتي. ايه ده شكله نازل. تصدق يا واد صحيح، ده شكله نازل. كنت دايما بشوف اللعيبة اللي في أوروبا بيعملوا الحركة دي وهم نازلين الملعب، بس واضح إن النجيلة بتاعتهم غير بتاعتنا خالص. المهم إن أنا كنت طول عمري مستني الفرصة دي تيجي، وهي جت. الكورة كانت للكونجو اللي هو كمال نجيب. والله ده شكله يعني بيلعب زي اللعيبه بصحيح. الواد ده ما بتقوملوش قومه الا لما انا بدعي له. الكرة توصل لنجيب زي ما حضرتك شايفين كده، يعدي من واحد او ياخد التمريره الحلوه دي ويعدي من سنترات وياخد فاول، وضربه حره مباشره على حدود منطقه جزاء النادي الاهلي. المباراه خلي بالكم قلبت في اخر ربع ساعه. يوضع سر في اضعف خلقه. الكونغو زي ما قلت لحضراتكم شكله غلط، يعني لو عمل حاجه النهارده يبقى فيها معجزه. الحيطه للنادي الاهلي زي ما انتم شايفين كده في التراس، ومعظمهم مش نجوم، كلهم ناشئين. نجوم كلهم عارفين النهارده النادي الاهلي مصابين معظمهم. حط الكوره يا عم كمان نجيب وشاط، والله بجوه الجول، بجوه الجول على شمال حارس المرمى النادي الاهلي. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. شفت يا واد، مش قلت لك لما انا بدعي له بيجيب جون؟ في الدقيقة 39 من زمن الشوط الثاني، وتصبح نتيجة 1 الأهلي و1 إنبي. هنشوف هل الأهلي يخلص ويشيل الكاس زي ما بيشيله كل مرة، ولا إنبي بقى كمان نجيب يخش التاريخ ويعمل حاجة تانية، ولا إيه بالظبط؟ وفي ارتباك في صفوف النادي الأهلي، وكمال واقف على حدود منطقة الجزاء زي ما انتم شايفين كده، وكرة عرضية حلوة قوي خدها على صدره ولفها وهي نازلة، خدها بوش رجله على طول. يا خبر أبيض! عارف لما الدنيا تضحك لك فجأة بدون أي مقدمات، كأنها بتاخدك بالحضن وبتقول لك افرح بقى يا أخي، افرح بقى يا كمال. اللعب للنادي الأهلي حاجة تشرف أي لعيب في مصر، بس أنا بيني وبينك
مش عايز اجي النادي يقعدوني احتياطي سنه وبعد كده تبيعوني لطلائع الجيش. طلع الجيش وحش؟ ايه يا باشا انت عاوز تلبسنا ولا ايه؟ طلائع الجيش ايه اللي وحش؟ ده حتى مش بشرة خير ابدا اللي انت بتقوله. اعلان كريم تفتيح البشره، بس ده موضوع غريب قوي. ايه اللي غريب فيه؟ لا اصل انا لعيب كوره مش هند صبري. ده شيء ب 100,000 جنيه. كام؟ 100,000 جنيه. خير يا فندم في ايه؟ لا بناخد على بعض بقى. انا قلت كده والله قلت كده. قول يا رب. ربنا يخليك. يا رب. ده عقد 3 سنين، حطوا الرقم اللي يعجبك. الرقم اللي عاجبني ايه يا فندم؟ ده انتوا نص اللعيبه بتاعتكم عامله لكم محاضره عشان ما بياخدوش فلوس. اوعى اوعى اوعى. انت بتحبش نادي الزمالك ولا ايه؟ ازاي بس يا فندم؟ هو في حد ما بيحبش الزمالك؟ انا يعني بس بعد اذنك كنت عايز وقت افكر. خد يا باشا، دول هيساعدوك على انك تفكر. ربنا يخليك يا فندم. ايه دول؟ دول سيديهاتك يا حبيبي. خلاص رقبتي انا بغير من في ايه؟ ماشي يا حبيبي. ربنا ازاي يكرمك. امور كده؟ الحمد لله. ايه انا معجبه بيك جدا على فكره. بجد والله؟ والله العظيم. حياة ربنا. من زمان انا مش كل صحباتي في النادي ممكن اسمها سيلفي. ممكن انا اتصور معاكي؟ يلا. بطلب من حضرتك انك تقول الو لان في حد بيتصل بيك مهم. الو مين؟ الو ازيك يا كونجو؟ وحشني يا حبيبي. ايه مش هنشوفك؟ ده مين يالا؟ يلا ايه بس؟ ده حسن شحاته. حسن شحاته؟ انت هتهزر؟ ده مين بيهزر؟ انتوا عاملين فقره بتاعت الاشتغالات ما تتهورش. وانتظارك بكره ان شاء الله. يا كابتن حسن. طب انت على فكره على بكره ان شاء الله على طول مع المنتخب على المعسكر. ده انا اجي لك دلوقتي. انت فين؟ انا في النادي يا حبيبي. ايه تعالى. هو في ايه خير؟ استنى بس. بتوع السياسه وبتوع الرياضه الاثنين بيمشوا في لحظه معينه. شفتني واد في البرنامج؟ لا جامد. لا واد جامد، انا عارف نفسي. رايح له في السكه، بس على الله بقى ما يقعدش يرغي كتير، انت عارفه. يا عم اهلي وزمالك مين؟ انا هلعب يا في ارسنال يا في مانشستر. انا مكاني في انجلترا مش هنا. عارف بقى لما الدنيا تسود في وشك فجأة بدون أي مقدمات، كأنها بتديك بالشلوت وبتقولك البس بقى يا كمال. حكمت المحكمة على المتهم كمال نجيب بالحبس 3 سنوات. 3 سنوات. خلاص عرفت. حرك بسرعه. اتمد يا عم خلصنا. لا ما احنا مش داخلين سينما اصلنا، مستعجل على ايه؟ طب امشي طيب. اجري. رامبو. صف تاني وراك. صف تاني وراك. اهلا. الحمد لله على السلامه يا كابتن. ده انت نورت السجن قوي. الله يسلم حضرتك، والله منور بيك. اخلص اوعى. خافوا بقى من الكابتن، ده بيضرب رجاله الداخليه. شوفوا هيعمل معاكم انتوا ايه. انا بس ممكن اقول لحضرتك حاجه؟ اتفضل. هو حكم يعني مش ايه؟ لعيب كوره دولي وواخد كاس مصر وبتاع، ما ينفعش اقف اتهزق مع الناس. لعيب كوره؟ يا اخي اتكسف على دمك. انا لما كنت في سنك كنت بحارب الارهاب
مش لابس فانيلا وشورت وبزحلق على بطني في الاستاد؟ لا يا باشا انا مش بتزحلق، ده انا لما بجيب الجون بعمل ايه؟ بروح قالع وجاري على اخلص. اتفضلوا من هنا. يلا. على فين يا باشا؟ على عماد. عماد مين؟ عماد اللي بيزوق الولاد ده هينقرشك نقرشه. انت شفت عماد ده قبل كده؟ بنقرش حلو؟ طب يلا. خطوة سريعة. اللي يا مسجون انت اهو. انت شفت؟ اللي بعده. هو ده حلاق ولا سمكري اللي داخلين عليه ده؟ خلصوني. مساء الخير. مساء الفل، استريح. يعني بعد اذنك كنت عايز اخفف من الجنب شويه. انت ما بتحلقش في كوافير نجلاء عشان تقول لي خف. نجلاء بتسلم عليك وبتقول لك اتوصل. طب وانت عايزني اعمل لك ايه؟ اعمل لي فتله، يلا فتله. يا صلاة النبي، ده لموا المشخراتية كلها هنا. اخرس يا شلحف، عايزين ننام. شلحف؟ عادل مش ممكن، انا مزنوق جدا وانت بقالك ساعه في التويلت. سيت امبوسيبل، عيب قوي تبص عليا وانا بعمل بيبي. اوعى. على فكره اسمه تواليت مش تويلت. ده عشان انت فرنش، انما انا انجليش اقول تويلت. عشان كده عمرنا ما هنركب مع بعض ابدا. سلطان وي مسيو. تغسلها بالديتول ومحدش يستعملها غيري، وخلي عينك عليا وانا نايم. تحب من فوق ولا من تحت؟ نعم. تحب تبقى من فوق ولا من تحت؟ ماليش. هو ايه اللي مالكش؟ انت عاوز ايه؟ تحب تبقى من فوق ولا من تحت؟ يا سيدي اي حاجة، فوق تحت كلها واحد. ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ انا عارفك. انت مشهور صح؟ صح. ايوه ولعيب. يعني لا لعيب. ربنا يخليك يا سيدي. ايوه صح. انت رامي صبري المطرب؟ انت بالك قد ايه في السجن؟ يا كتير. ما انا قلت برضه كتير قوي. ايوه طب يلا بقى سمعنا حاجه وما تقوليش عندي برد والجو ده. يلا يا تغور من هنا. ليه كده يا استاذ رامي؟ يلا انا مش فايق لك. ده انا بحبك يا استاذ رامي. قلاش اطيب واحد قابلته هنا، كان شغال في السيرك بيدرب القرود. اعزائي المشاهدين، دلوقتي ميعادنا مع لعبه الموت. اللي قلبه ضعيف ما يبصش يا جماعه، يخلي اللي جنبه يحكي لي. يحيى. بس كانت طموحه اكبر من القرود، فتعلم صنعه جديده ترقيه في عالم السيرك، فتعلم السحر ونجح فيه، بس مش قوي يعني.
شاكرين يا معلم. على ايه يا ترى؟ تشتغلني؟ تقول لي انك رامي صبري وتطلع عبد الستار صبري؟ يا عم ارحم امي بقى، وربنا اسمي كمال. خش. مساء الخير يا جماعه. ورحمة الله. هو انت صحيح قتلت ضابط شرطه؟ انت هتوديني في داهيه ولا ايه؟ ظابط ايه اللي قتلته؟ لا ده امين شرطه، خبطته بالعربيه فعملت له عاهه مستديمه بس مش اكتر يعني. طب ليه ما عوضتوش بفلوس وخلصت؟ طلب 2 مليون بس طب ما تديله 2 مليون وانتوا بتكسبوا شويه. ده اكتر ناس بتكسب لعيبه الكوره والمطربين وبتوع الكارته. ما هو كان فاكرني زيك كده، من اللعيبه اللي بتاخد ملايين. انت لعيب كوره. اسم الله عليك. انت بتشوف اللعيبه اللي بجد؟ اللي بجد ازاي يعني؟ اللي بحقه حقيقي يعني. بشوف اللعيبه اللي بجد. طب حسام حسن 1 ولا 2؟ 1 ولا 2؟ لا 4 بس اللي بيلعبوا 2. طب حسام غالي ماله؟ بكام؟ انت عبيط يالا ولا في ايه مالك؟ ما بقى حرام في ايه دي؟ في ايه؟ يا راجل جديد. ما احنا بنفهم منه. ايه تفهم ايه انت؟ انت هتاكل من دي ولا من دي؟ مش واخد بالي ده مؤاخذة. هتاكل من دي ولا من دي؟ هاكل من دي. وانا هاكل من دي. ايه ده؟ ايه الاكل ده؟ ده عدس، اعتبره ريزوتو افاك لو شامبينيون. مين ده؟ ده عادل. عادل مين؟ عادل السرجاني. عادل ابن واحد من اغنى الناس في مصر، وعنده اكبر شركه دعايه واعلان في الشرق الاوسط. كان مصاحب ممثله معروفه جدا، مش كان بيموت فيها، ده كان بيعشقها وكان مدلعها اخر دلع. وفي يوم واحد صاحبه جه قال له انها بتخونك، فأجر واحد يراقبها، ولما اتأكد قرر انه ينتقم بطريقته. أمورتي الحلوة بقت طعمة وليها سحر جديد، ليها خلف تروح لما بتبعد بتروح لبعيد. معذورة يا ناس لو خدت بالعيد لده. يا سلام يا جماعه، والله انتوا هونتوا عليا فتره السجن اللي لسه ما بدأتش دي. والله. لا ده احنا لسه عندنا اغاني كتير قوي. ما تهرجش. والله. انت ما بتغسلش معانا ليه عادي؟ المضطر هو اللي يغسل، وبعدين دي شغلة ستات. شغلة ستات؟ هي دي بس شغلة الستات؟ الستات عندهم ما هو أجمل، أحلى، ألذ. ايوه بقى، ايه الحتت الجميله في الست الحلوه يا باشمهندس؟ شوف يا ديبة، من أيام الفراعنة كان في إله للتزاوج. اسمه ايه بقى هلال التزاوج ده؟ إله التزاوج. ايوه اسمه ايه؟ جابر، على اسمي جابر هميس، ومن هنا جه المصطلح بتاع يوم الخميس. هو اي فتي وخلاص. على فكره الفراعنه كانوا حجاره معروفه. على فكرة انت كذاب ومياس، ولو تعرف ستات اكيد دول قرايبك وشبهك. عموما يا عدول انا مقدر قوي الظرف اللي انت فيه. انت قليل الادب. ايه يا شناوي الشطاره دي؟ ده انت ما شفت الشناوي ايام العز. امال انت محبوس في ايه لما ما خدتش طار ابوك؟ انا طخيت الوقت اللي قتل ابوي بس صبته بس. وهو ابوك اتقتل ليه؟ الانتخابات عندنا في البلد، الانتخابات تمشي بالدور، والسنه دي كان ابوي عليه الدور ينزل الانتخابات. واد عمته قال له لا دوري احنا في جمعيه. ابوي قال له عيب عليك يا انت ايه ده انا خالك. قال له لا انا ماليش اخوال. ابويا صعبت عليه نفسه. ياه، ده ايه الموقف المؤثر قوي ده؟ ندهلي شناوي، قلت له ارغي، قال لي واد عمتك، قلت له اقتله، طلع الطبنجه وراح قتله. موت ابن اخته؟ راح اخو الواد قتل ابوي. موت خاله؟ وراح طخه بس ما ماتش. ده ايه العيله المعفنه دي يا شناوي؟ والله ده انتوا عيله معفنه يا حبيبي. انتوا سمعتوا عن صله رحم والحاجات دي ولا ما سمعتوش؟ بقول لك الناس كلت وش في البلد، كل وشه كمول. ما هو باين طبعا.
انا اول ما شفتك قلت وشك ده متاكل منه حاجه. ايه ده في ايه؟ هما بيجروا ليه؟ في ايه؟ في ايه؟ تحصل يا كمان. تحصل مين؟ ده بيت الثمانية منهم 12 هنا في السجن بس. يا علي يا تايسون، خد بالك من نفسك يا كمان. يا علي يا تايسون، تايسون يا علي يا تايسون، ربنا يهديك ما تبعدش عني، خلينا قدامي. صلى على النبي. مالك ها؟ مالك؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. صلى على النبي، صلى على النبي. انت مالك في؟ انت مين اللي مضايقك؟ ممكن تنزلني؟ انا كنت مبسوط تحت القانون. والله مالك؟ صلى على النبي، صلى على النبي يا ابن المجنونه. يا كابتن ما تخافش قوي كده، احنا مسيطرين كويس. ايه ده؟ بنطلونك مبلول ليه؟ كنت بسيطر على نفسي يا فندم. انت رخر. هبه مش هبه. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. خير يا مين ده؟ انت مين؟ جابر. جابر مين؟ الدكتور جابر. الدكتور جابر. مرد، ايه جابر؟ انت كل شويه تفزعنا باحلامك دي. ام سوري حقيقي. خير الله ما جعله خير. حلمت ان انا لابس اخضر في احمر في اصفر في ازرق، وهبه واقفه من بعيد بتشاور لي ولابسه بينك في موف في اوليف. طب وانتوا ايه اللي لبسكوا سجاجيد في الحلم؟ كنا واقفين في مكان كده زي ريسبشن كبير لونه اوف وايت، والارضيه كانت اقرف بوستاج. لقيتها بتشاور لي من بعيد، قلت لها انا؟ قالت لي فاضي يا دكتور؟ قلت لها رايحه فين؟ قالت لي الزاويه الحمراء. قلت لها رغم ان طريقي الكوب الاخضر بس تعالي. وانت كنت سايق تاكسي ومعاك زبون نازل فيصل؟ لا تاكسي ايه، انا كنت في الريسبشن. انتوا نسيتوا ولا ايه؟ اللي هو ارضيته بوستاج وهو اوف وايت وكده. الا مين هبه دي يا دكتور؟ هبه دي اللي ما لحقتش ادخل عليها، فرقت 8 دقايق ما بين ما ادخل عليها واتمسكت. انتوا عارفين هيرودوت المؤرخ العظيم قال مصر هبة النيل، ما قالش نوال النيل، منال النيل. الله يرحمه، وكأنه كان عارف. بس صالون. بس متهيألي يا دكتور ان هبه بتاعت هيرودوت غير هبه اللي اتاخدت على الكوم الاخضر. ايوه بس نفس الكونسبت. انتوا عارفين انا عملت حاجه ليا وليكوا انتوا كمان. يعني انا قدمت طلب للمأمور ان يسمح لنا بالخلوه الشرعيه كل اسبوعين من 2 ل3 ساعات. ليه كتير؟ ما كفايه 5 دقايق. كفايه ايه؟ 5 دقايق. شناوي لما اخرج بالسلامه محتاج تبقى تجيلي العياده. ليه؟ هتكلم معاك شويه. في ال5 دقايق. طيب صالون. يا هبه، عارفك تصبح على خير. اكمل مع هبه. الدكتور جابر النمر. جابر دكتور نساء وولادة بس شاطر. انت ساكنه في 14 شارع الزهور في المعادي صح؟ ايه ده يا دكتور، عرفت ازاي؟ بنت. وبالاماره انت ثالثه اداب تاريخ مش كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إني استخرت الله. جابر الشخص الغلط في المكان الغلط، بيعشق الستات. كان بيتجوز ويطلق كل شهرين تقريبا. من كتر ما عمل كده نسي في مرة إن في 9 على ذمته. يا حبيبي يا ضنايا. حبيبي يا ضنايا دولة يا قلبهم. حبيبي عشان يا أم انت كمان يا اخويا. برافو عليك. لا تسمع كده وحشني. تعالى. انت عارف ان الدورة هتبتدي بكرة؟
يا سعداني ما تفكروش يا ولا يهمك يا كابتن. لا كابتن ايه بقى؟ قولي يا اسطى، قولي يا معلم، لكن كابتن ما تقولش الكلام ده يا كابتن، بكره تخرج وتلعب وتكسر الدنيا زي الاول. العب؟ صعب يا سعداني. ده انا بقول يا رب الشركه تعمل حساب العشره وتشغلني على اي بريمه عندها. انا اسف يا صاحبي، ضيعت لك دراعك. ولا يهزك يا صاحبي، ما انا برضه ضيعت مستقبلك. بس انا هخرج من السجن والايام الحلوه هترجع، لكن انت دراعك عمره ما هيرجع. هتشقلب بالدراع التاني. والله انت صعبان عليا يا يحيى. هتعمل ايه يا راجل في مزاجك؟ كوبايه الشاي مع السيجاره. العيال اللي كانوا بيرخموا عليك وكنت بتسقف لهم على وشهم، هتعمل معاهم ايه؟ يا اخي يا ريتني كنت قتلتك وخلصتك من العذاب اللي انت فيه ده. ها جابر، فين؟ مسألة وقت؟ انت كداب، ده انت كاول خوذه ومكلف ومحدش جاي. الله الله، مش ده برضو هو كيمو. احب اقدم لك ياسر صاحبي وجاري واشهر موديل اعلانات في مصر. اهلا وسهلا. انا بحبك قوي يا كابتن على فكره. ربنا يكرمك. على طول بيكلمني عليك. انا هضيع الزياره عليك انت وصاحبك ولا ايه؟ انت يا ابني عامل ايه؟ استني يا امه بقى ثانيه واحده. اخترتي صاري الشناوي. جابر، عم جابر. حقك. منور يا خال، انت إيه اللي جابك؟ باخد حمام بميه ساعه. ايه؟ ساعة؟ انا شعري بينهار. يا نهار ابيض. مفيش ازازه كوكاكولا، رغم ان المثل بيقول طول ما في عطش دايما في كوكاكولا. جبت السوشي؟ جبت لك السوشي والكيوي وعلب السجاير و5 علب سان بلوك عشان تعيش، والجبنه الكشكافال اللي انت بتموت فيها. برافو برافو. بقول لك ايه، الحاجه في الكيوي اللي اتفقنا عليها، خلي بالك. قول لي ايه، جبت برشام كويس؟ دوله عيب عليك، ياسر جاب لك حاجه وحشه قبل كده. ما وراء الطبيعه يا صاحبي. جو تامهم فرير حبيبي. الصوت مش عارف انام يا بحر. مين ده يا بودي؟ عارفين ابو زعبل؟ ده زعبل. صحيح، انتوا عرفتوا يا ولاد ان السميح اللي في الزنزانه اللي جنبنا هيطلع بكره نص المده؟ تصدق يا جابر انا السجن لبسني لابسه لدرجه اني مش عارف لما اخرج من هنا هعمل ايه. انت هتعمل ايه يا جابر لما تخرج من هنا؟ انا؟ يوه حاجات كتير قوي، اهمها هتمرمغ في حضن هبه. ولا سامحيني. سامحيني على ايه؟ مش فاكر، بس مش مهم. لما هبقى معاها هنفتكر احنا الاتنين. يا هبه. طب وانت قلاش؟ انا هعمل حاجه العالم كله يتكلم عليها. هتعمل ايه؟ هخفي الهرم. توديه فين؟ اول فيصل. طب وانت يا ديب؟ ايه؟ هتعمل ايه لما تخرج من هنا؟ اركب تاكسي واروح، اعمل ايه يعني؟ هو ده اقصى طموحك لما تخرج من هنا؟ يعني ايه الجمله دي؟ طب وانت يا عادل؟ انا هطلع على باريس، واول حاجه هعملها هشتري ايزابيلا. هما بقى يبيعوا نسوان هناك ولا ايه؟ ايزابيلا دي مركب وهلف بيها العالم كله. وانت يا شناوي؟ هقتل الواد اللي قتل ابوي، بعد كده اطلع اعمل له عمره. يا اصيل والله، الواد شناوي ده اصيل. تعمل عمره لابوه؟ واعمل عمره لابويا ليه؟ هعمل للي قتلته. للي قتلته؟ انت منين يا شناوي؟ سوهاج بلد المواويل، سوهاج برج الزغاليل. تصبحوا على خير يا جماعه. عاوز انام.
يا ابني وانا صغير عشان تمرمطني معاك المرمطه دي في كل الاحلام اللي بتحلمها؟ في ايه يا سيد؟ سيد حاف كده من غير ايمن. بعدين يا ابني انا راجل كبير، ازاي تجيبني حلم شتوي بدله صيفي اجر العجله ومأخرها وحالتي تصعب على الكافر؟ انت ايه اللي مزعلك؟ انا مش فاهم حاجه. كمال تعال اقول لك نصيحه وتحطها حلقه في سمانه رجلك. مهما الهموم زادت يا كمال، الانسان اصله باك شمال. انهض، فز، اركب فين؟ انجز. بسم الله الرحمن الرحيم. انت عارف يا سيد ان دي اول مره اركب عجله ورا واحد غريب؟ كمال اولا دي مش عجله، ثانيا انا حاسس ان انا اعرفك من اكتر من 10 دقايق مثلا. كمال تيك كير بيبي، جو تو هند. معقول مش عايز تلعب؟ ده مين الكلب اللي قال لك كده؟ شكلك نسيت الكورة. فكريني. هو انا في حلم ولا في MBC مصر ولا فين؟ يا كراتو يا تكاتو يا كابتن. يا حلاوتك يا شيف حسن. عارف وصفة النجاح يا كابتن؟ هي ايه؟ هتحط 12 جرام من العزيمة، 13 جرام ثقة و15 جرام من الأمل. احط تفاؤل معاهم؟ يا تكاتو يا حلاوتك يا بلنتياتو. لا ده كتير، والله ده كتير. حضرتك بنفسك في الحلم. انا جاي لك مخصوص ابو كمال. تفتكر احطها لك فين؟ يمين. وانت هتروح فين؟ يمين. طب تعال نشوف يا ابو كمال. طب وربنا انت منور الحلم. حبيبي يا ابو كمال. حبيبي يا كابتن. حبيبي يا ابو كمال. بقول لك ايه يا ابو كمال، الكرة اللي دخلتك السجن والكرة اللي هتخرجك من السجن. ركز كويس قوي في الكرة يا ابو كمال وانسى كل اللي انت شفته قبل كده. ممكن اسال حضرتك سؤال صغير؟ سؤال واحد. اتفضل. هو حضرتك لو كنت في 90 جبتها شمال كان ايه اللي حصل؟ كنا ضعنا ابو كمال. حبيبي يا كابتن. كانش بينالتي جاب. الكرة اللي دخلتك السجن والكرة اللي هتخرجك من السجن. ايه يا كابتن؟ ايه يا كابتن؟ تعبيط ولا بتستعبط ولا جرالك حاجه؟ تخيل معايا كده، منتخب السجن النموذجي، احسن عيال بتلعب كرة في السجن، هعمل لك بيهم فريق عالمي في 6 شهور. يلا يا عم. وبعدين؟ في عيد الشرطة اللي جاي الوزارة تنظم لنا ماتش مع الأهلي ودي، والفلوس اللي هتيجي منها تتبرع بيها لمستشفيات الأطفال. المقابلة انتهت. اتفضل يا باشا، صلي على النبي بس. انت متصور موضوع زي ده مصر هتقعد تلوك فيه قد ايه؟ بجرايدها، باعلامها، باحمد موسى. ده انت مش بعيد تبقى حديث مصر ومصر كلها تتكلم عنك. هي الفكرة دي جات لك ازاي؟ في الحلم. يا اخي قول كده، ما تتعبنيش معاك. خلاص يبقى اضغطها قبل ما تنام. امشي بقى يا باشا. وايه المشكلة؟ يعني ما ده السد العالي ده بدأ بحلم، مش هنعرف نعمل فريق كرة؟ اروح الاقي اقول له ايه؟ تعال نلعب مع شوية نشالين مجرمين عشان نعمل خير. الفكرة دي ممكن تخليك وزير داخلية في الحركة الجديدة. أنا؟ أو وزير الشباب والرياضة. أنا؟ على الأقل رئيس مصلحة السجون. أنت نزلت ليه؟ ما كنت ماشي كويس. يا سيدي باشا اسمع مني، الموضوع ده هينقلك في حتة تانية خالص. طيب بقول لك إيه؟ روح لم الفرقة اللي أنت عاوزها وبعدين نبقى نشوف. روح. والله العظيم إحنا كلنا كده. مبروك الوزارة. أنت عرفت؟ وزارة إيه؟ الواد ده مجنون وهيجنني معاه.
صف يا رجاله، صف. نبقى محترمين، مش عشان مساجين نبقى عشوائيين. صف والنبي، صف. كنت محتاج واحد عنده خبرة في التدريب، فما لقيتش أحسن من قلاش مدرب القرود. يلا دخلهم واحد واحد بقى. اول واحد. لا يا حاج معلش، الوحده الصحيه البوابه الثانيه. وحدة صحية ايه يا ابن انت؟ أؤمر يا حاج. انا عايز العب قلب هجوم. يا حاج انت اخرك قلب مفتوح، اتكل على الله. معلش يا حاج، لما نعمل رحلات عمر هنبعت لك ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضل. اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. انت اسمك ايه؟ شقوقو عبد الشقور. ايه؟ شقوقو عبد الشقور. قال سودوكو على الباسبور تقريبا، حاجه كده. ما علينا بالاسم، ما علينا. انت جاي في ايه؟ شقوقو عبد الشقور. برضو؟ طب وبعدين؟ يا سيدي واحنا مالنا جاي في ايه؟ اسالوا المهم. لعبت كوره قبل كده؟ انا كنت بلعب كوره تحت كوبري السنس، ومره واحده دخل علينا عربيه قوي محمله قراطيس فيها كتاكيت. قطعت كوره كسرت محل كشري يا باشا. هو قال ايه؟ دي شكلها تعويذه يا معلم. تعويذه؟ طب الحق. لا ما تقلقش هفكها لك. كده بسرعه. انت اسمك ايه؟ احي هنقعد يومين. اسمك ايه؟ ما لازم افكه قبل ما ان شاء الله عننا يا باشا انا معلش. كنت بلعب يا باشا تحت كوبري يا باشا، ومره واحده دخل علينا عربيه قوي محمله قراطيس. خلاص يا باشا خلاص هتلعب. اتفضل. هتلعب معانا كوره ان شاء الله. اتفضل. اسمك ايه؟ سيد ابو لمونه. ممسوك فيها يا سيد. تحرش. حطه في الدفاع. طبعا. انت مش شايفه فخور ازاي؟ انت معانا يا سيد. اتفضل. ان شاء الله السيزون الجاي يبقى فرصتك احسن. لمينا كام؟ لمينا 4. 4؟ 4 ايه؟ ده احنا عايزين 11 واحد غير الاحتياطي. 11 ليه يا عم؟ ما 7 حلو. 7 حلو؟ حلو في ايه؟ 5 يلعبوا اساسي و2 احتياطي. لا لما نعمل بقى فريق سله ان شاء الله نبقى 7. ده فريق كوره قلاش، يعني 11 واحد ده غير الاحتياطي وجون وناس سريعه بتجري وليله. طب انت لازمك واحد بيجري بسرعه. طلبك عندي. لخبط لخبيط شخبط شخابيط مسك الالوان ورسم. ازيك يا ديما؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ انتوا عايزين مني ايه؟ احنا مش عايزين منك حاجه. لا شكلكم عايزين حاجه. انت ممسوك فيا يا ديما. حرامي 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 حرامي. طب حلو قوي. تيجي لي بكره 11 في الملعب. انت سمعت ياض يا قلاش عن فريق الكوره اللي بيعملوه في السجن ده؟ طبعا سمعت. دول بيقولوا هيلعبوا الاهلي. ده هيتعرض بقى في التلفزيون على كده. طبعا. ده غير ان هم هيدوا لكل لعيب 5000 جنيه. ده انا سمعت ان هم هيدوهم شقه جنب السجن. انا سمعت بقى ان هم بيوزعوا عليهم في التمرين سندوتشات حلاوه بالقشطه. سندوتشات حلاوه بالقشطه؟ هو ده اللي شدك في الحوار كله؟ انت مالك انت؟ بنتكلم مع بعض. انت حشري ليه كده؟ بس يا خساره يا معلم. ايه في ايه؟ انا سمعت ان هم كملوا الفريق خلاص، ما فاضلهمش غير 2 بس. وحياة امك؟ والله. تفتكر هنلحق؟ تعال نجرب. تعال. يلا. عادل. كنا بنعمل شامبيونز ليج في السجن، كنا عاوزينك تبقى معانا. شامبيونز ليج هنا في السجن؟ انت بتفكرني بماتش حضرته في برشلونه بين ريال مدريد وبارسا. الماتش ده لحظه ساعدني، انت معانا ولا لا؟ للاسف ام سوري، انا ماليش في الكوره. امال ليك في ايه؟ لا في الكاك، لا في الهاش، لا في الماريجوانا، لا في الاسيدز. يعني ليك في كل الالعاب دهيت ومالكش في الكوره؟ يعني مش معانا. ام سوري. تسمع شالا الزنابور؟ ميرسي. بس راجل مغذي والله. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور هوهو نو نو. شناوي في ايه؟ في بيت ابوك. شناوي في ايه؟ هدي شناوي القف. ايه؟ هو هجيبك شناوي. انتوا مش عارفين ان انا نايم يا اولاد الهرمه؟ يا رمم مفيش لعب. هات الكوره دي. يا جماعه مفيش اي رد فعل؟ لا. ما حدش قال له حاجه؟ لا. تايسون في كوره تانية انت مش واخد بالك منها. ما حدش قال له حاجه. اسكت اسكت.
ليه كده يا اخي؟ ما عندناش غيرهم. انت غبي. انا اسف. انت غبي. اللي حصل يا قلبي. تقول له انت غبي. اللي حصل يا حبيبي. زغطت في قلبه ليه؟ اللي حصل. زغطته ليه؟ اللي حصل يا شنو. طب شوف يا استاذ تايسون، واضح ان انا اتسرعت. انت عارف الشباب الصغير المتهور والحاجات دي. انا في رايي تايسون. كمال كمال، ايه لسه برضو عاوز تعمل فرقه؟ وهكمل لحد الاخر. تكمل ايه بلانيل؟ انا مش فاهم انت تتعب نفسك كده ليه في ولا حاجه؟ يا باشا انا ما اعرفش اعمل اي حاجه في حياتي غير ان العب كوره. انا ما فيش مكان في مصر ينفع يتلعب فيه كوره الا ولعبت فيه. انا الكوره دي كل حياتي. انا مش هسيب عمري يضيع مني هنا يا باشا. انا لو خرجت من هنا رجلي مكسحه ودماغي بايظه يبقى اروح اموت احسن. خلاص العب كوره زي ما انت عاوز، بس حسك عينك بتعمل لي مشاكل. احنا عايزين كور تانية بدل اللي تايسون قطعها. كان على عيني. مفيش ميزانيه. يعني ايه مفيش ميزانيه؟ يعني زي ما سمعت مفيش ميزانيه. لما تيجي ميزانيه نبقى نشوف. نعم. انا محدش هيمنعني ان العب كوره يا باشا. انت سامع؟ انا محدش هيمنعني ان العب كوره. يا باشا يا باشا يا باشا. عادل انت سو كيوت. يبقى هتلعب معانا بقى. هبهرك. ما ده العشم برضه. تايسون خد الكور واجري من مش هنا. هلحق. يلا خد. مفيش لعب كورة. يا دي النيلة السود. مفيش لعب كوره من غيري. طبعا اي فريق كرة في العالم بيبقى محتاج دكتور، بس احنا للاسف ما كانش قدامنا غير جاب. شعري قصر. يلا يا لقطة بسرعة شوية يا لقطة. صوت. شوية أكسجين. انت هتعمل ايه يا دكتور؟ أنت تخرس خالص. اي انت بتعمل ايه يا جابر؟ انت مش دكتور نسا؟ لا أنا مش نسا بس. امال ايه؟ لا أنا نسا وولادة. لا دكتور في ايه؟ إيه ده هتبقى أحسن دلوقتي. قول لي عدول، هي آخر مرة جات لك إمتى؟ هي ايه دي؟ الأزمة دي.
يا دكتور. ما يقولش عني انتفاخ ولا حاجه. انتفاخ ايه ونيلة ايه؟ انت هتشخص كمان مش معانا دكتور؟ يا دكتور الحقني. خلاص لا لا جبرنا لا لا شناوي اهدى. خير. هو انت لقيت ايه؟ للاسف ما لقيتش حاجه. استر علي. معلش ابننا برضه ابننا يا دكتور. قصدك بنتنا. هتبقي كويسه. احب اطمنك يا باشا انك معاك حته فرقه بسم الله ما شاء الله، حاجه نيله. ايه حاجه جميله والله العظيم، ده حاجه جميله جدا. انا نفسي حضرتك تيجي وتشوف. انا بس كنت عاوز اعرف حضرتك بلغت حد من المسؤولين او من الوزاره؟ بعدين يا كمال قلت لك لما افضى حاجه اتفرج واتملى في جمالك انت والنجوم اللي معاك. براحتك يا باشا. كمال يا كمال، انا سرقته يا كمال، سرقته يا ناس، سرقته يا حاج. موبايل مين ده يا كمال؟ ده موبايل المأمور. شوفوا يا جماعه، صدقي منفض للموضوع بتاعنا تماما، ولو هو مش عاوز يروح لحد مسؤول عشان يعرض عليه الموضوع نبقى احنا نجيب المسؤول لحد هنا. ماشي انا معاك في كل اللي انت بتقوله ده، بس مش لدرجه ان احنا نسرق موبايل مأمور السجن. احنا لو اتقفشنا هيبقى فيها 6 اشهر زياده. ما تقلقش، انا قافل الموبايل لحد ما نشوف هنعمل ايه. طب وانت ناوي تكلم مين من الموبايل؟ وزير الداخليه. ده يسجننا ده. نعم حبيبي. وزير الداخليه ده يسجننا. انا مش عايز السجن. ده على اساس ان احنا هنا في داندي مول. طب انت هتقول له ايه بس يا كمال؟ اعقل كده. انا بس قبل لما اعمل اللي هعمله ده عايز اعرف حاجه. انتوا ناويين تكملوا معايا لحد الاخر ولا عاوزين تقفوا هنا؟ احنا رجاله، احنا معاك. يبقى توكلنا على الله. السجن ده تلاقي صدقي بيدور على الموبايل بتاعه. طيب خد يا تعالى خد يا تعالى. راح فين يا جابر؟ راح فين؟ لا ده انا كنت راح اقول للمأمور بس نطمنه ان احنا لقينا موبايل. بعتوني فجأة؟ طب انت هتعمل ايه دلوقتي؟ ما هو هيفضل يرن. الو الو ايوه. الو ايه ده صدى صوت ده ولا ايه؟ الو ايوه مساء النور. ايوه كده اتكلم. التليفون اللي بتتكلم منه ده متهيألي بتاعي. انا الحرامي. ده انت بيجح قوي. سرقته ازاي؟ هقول سرقته ازاي؟ انا مجهول. انت فين انت؟ انا اني بقى الساعه 2 في النقاش. عارفه ما جبتش 2 Excuse me, I don't understand you. Can you speak slowly? You want to use me English? قول له kiss me. Kiss me. Do you love me? You love me. Do you need me? You need me. يا ابني التليفون فين؟ انا اني بقى الساعه 2 في النقاش. ولو ما جتش الساعه 2 و5 انا همسح الانعام من على الموبايل. ما انا ما فهمتش ولا كلمه الا بكره بس. بكره وبعد كده مو ايه اللي انت بقى قصدك تقول ايه؟ Sorry I have to go. Sorry I am have to go. باي باي يا حبيبي. في الجراج؟ جراج ايه؟ وده مسجل وزير الداخليه ايه ده؟ الحاج عبد السلام، الحاج عبد الحميد، الحاج عبد المعطي، بيبي. ما تكلم لنا بيبي دي مفرفش شويه. مش وقتك يا جابر. شوف انا نقول نسجله اسم وزير الداخليه. وزير الداخليه. وزير الداخليه صح. معايا يا حضرات. مش ناقصاك ايه يا صدق دلوقتي؟ لو عايز الكل تقول لي اسمك بس.
وبعدين في اللي ما ردش ده. يا نهار اسود. ايه ده ايه ده ايه ده؟ الله يخرب بيتك يا صدقي، هتودينا في 60 دقيقة. يا صدقي. خير يا فندم، زيارة مفاجأة بس جميلة. هات العيال دي يا صدقي. يا باشا بعد اذنك ممكن تسمع؟ اخلص، انت بالذات تخلص. انت عارف انك ضيعت مستقبل واحد من اعز ولادي. يا باشا احنا عاوزين الداخليه تساعدنا ان احنا نكفر عن جرايمنا ونقول للناس ان احنا اسفين وان السجن غيرنا. والله يا باشا اتغيرنا. انا دلوقتي الحمد لله ما بروحش متاخر. صح ولا غلط؟ صح. وبعدين هو انت لسه فاكر الكوره اصلا؟ هو حضرتك لعبت كوره قبل كده؟ تسال ليه؟ طب ما تقول معايا كده. على اي حال انا بقدر اللعبه الحلوه، وانتوا لعبتوا لعبه حلوه قوي، بس الوزاره الحقيقه مش فاضيه للكلام الفارغ ده يا صدقي. بس قول لسعادتك حاجة يا فندم، الموضوع ده هيخدم وزارة الداخلية. ازاي يعني؟ أقول لسعادتك، لما جماعة حقوق الإنسان يقولوا إن أنتوا بتعذبوا المساجين في السجون بتاعتكم، سعادتك تروح مطلع الفيديو بتاع الأولاد دي وتقول لهم خدوا شوفوا السجون بتاعتنا بتطلع إيه. تسقيف. طيب ما تلعبوا اتحاد الشرطه وتخلصونا من القصه دي. يا فندم اتحاد الشرطه ضد السجون ماتش ما يفرقش مع اي حد، يعني عامل كده زي المحله ضد بلديه المحله بالظبط. زي ما تونس عاصمتها برضه تونس، مفيش جديد. برافو، فعلا تونس عاصمتها تونس. يا باشا احنا طمعانين في قامك وعطفك علينا. في ايه يا صدقي؟ يا ريت حضرتك تقرم علينا وندينا فرصه ثانيه. شقوق عن شقوق. هقول له شقوق عن شقوق. هقول له عينيا الاثنين. بيقول لي سعادتك يا ريت تشرفه في مكتبه وتشرب معاه القهوه. هو ده بيشرب قهوه صدقي؟ ويعني هو عنده مكتب اساسا؟ معلش بس هو سيادتك وزير الداخليه الحقيقي؟ نعم وزير الداخليه الحقيقي سيادتك. طب كنت عايز اعرف بس هو وزير الاسكان ساكن فين؟ ما ترد يا صدقي. جاردن سيتي، شارع الرماح، الدور الرابع، شقه 10، ولو شقته اتسرقت هجيبك. احنا بنفهم منه بس. عموما انا قلبتها في دماغي، انتوا تلعبوا مع سجن تاني، صوروا الماتش وتبعتوه يا صدقي، وبعد كده انا هقرر هنعمل ايه. لا يا فندم، اتفضل يا فندم. ما تنسوش الكلام اللي اتفقنا عليه يا رجاله، ها؟ هنلعب 4-4-2 واقفلوا المسافات عشان ما يعدوش ما بيننا. بلاش كوره عاليه، خلي الكوره على الارض. وانت يا شكوكو المهاجم اللي هتمسكه ما يعديش، ان شاء الله تفرمه. ماشي؟ وانا كمان هعمل كيف. تعمل كيف ازاي؟ هعمل معاك. انت الجونه شناوي انت نسيت؟ وحدي وانت هتروح فين؟ هنشقر عليك من وقت للتاني. طيب. يا نهار اسود، ايه الدون دي كلها؟ احنا هنلعب خريش؟ انسوا بقى كل الكلام اللي اتقال، ها؟ احنا هنلعب بطريقه العين صابتني ورب العرش نجاني. طب ما نلعب على الهجمه المرتده. بلاش مرتده لا يذبحونا في الملعب. طب ما نلعب مان تو مان. ازاي؟ راجل مع راجل. راجل مع راجل يردمونا. بقول لك ايه، هقابلهم كده ولا احلى طريقه؟ لا انت تقفل دي شويه. ليه؟ مفيش داعي للكلام ده. عايز العب قدام ولا لا؟ استنى انت الله يكرمك، ده احنا في مصيبه، استنى. معلش سؤال كمان. قول. هو الماتش ده عشان السنه الهجريه؟ يلا بينا نبدا. احنا بنفهم منه بس. خد يا ابو كمال، امسك يا عم، امسك يا عم. انت اسمك ايه؟ نبيل. انا صح، انا صح، انا صح. بقول لك يا كابتن صدق. نعم، احنا محتاجين الواد الفيرود بتاعهم.
نعم يا اخويا، وده اجيبه لك ازاي؟ اشتريه؟ ما اعرفش. اتصرف يعني اعمل لك ايه؟ اتصرف. يا ده الكلام اللي عم تقوله لي ده صح؟ امال انا برغي في ايه؟ يعني ايه؟ يعني انت ممكن تخفيني ولا تنجرني من مكان لمكان؟ بص عشان ابقى صريح معاك، الموضوع ده انا جربته على قطط وكلاب، بس انا شايف ان مفيش فرق يعني، نفس الفكره. ونجح؟ نجح طبعا، امال هجرب عليها. طب ما تنجرني. عاوز تروح فين؟ سوهاج بلد المواويل. عايز تروح سوهاج يعني؟ ايوه. ماشي. معاك فلوس؟ ليه؟ ما هو ممكن ما تنزلش سوهاج، تنزل حته يعني المنيا، اسكندريه، ومنها تاخد مواصله على سوهاج. ايوه، لا الحمد لله معايا الخير كتير. عايزين حاجه من سوهاج؟ لا يا حبيبي، توصل بالسلامه. طب يلا سلام عليكم. جمد قلبك. حديد. معلش بس يا خليني انا؟ جابر، خدامك جابر. هي سوهاج بلد المواويل دي ايوه فيها اغاني تاني ولا كلها مواويل بس ولا خرب بيت اسئلتك الغريبه. انت مش عارف ان انا دكتور؟ اه طبعا. طب ما تديني التيشيرت ده اخده لك كام غرزه كده هتبقى احسن. لا، ما انا بدهن وهي هتلم مع الزمن. هنغسلها ده ولا ايه؟ ايه ده؟ تعالى يا سناوي. ايوه. مش عايز تنسحب؟ لا. مع السلامه يا شناوي. مع السلامه. مع السلامه. يلا يا حبايبي يا حلوين، هنقول بوتي بابا اوتي، بوتي بابا اوتي. ده سوهاج؟ ايوه. ده اللي يخليه يروح سوهاج. توتي بابا اوتي، قول صح ولا توديه اسيوط؟ توتي بابا اوتي، لا زعبوتي ده هتنزل. احنا بنفهم بس. طيب يلا بوتي بابا اوتي، توتي بابا اوتي، بوتي بابا اوتي، بوتي بابا اوتي. هوبا. ده بجد يالا، ده طلع ساحر بجد. سي فانتاستيك. طب ما جبناها صفيناه. عامل لي فيها ساحر، هتسحروا ايه؟ ارنب غور. وانت انا. ايوه. تعالى هنا. ايوه. انت سايبه يمرمر فيك ليه؟ ما هو قال لي هوديك سوهاج. قطع لك تذكره؟ لا. هتروح سوهاج ازاي؟ مشي. غور من وشي. امشي. ما انت ايه اللي رجعك؟ رجعني مين؟ انت مره في الحوض. مبروك يا كمال، الوزير اتفرج وهيبتدي اتصالاته مع الاهلي، وعندي ليك مفاجاه تانية كمان. تعالى اهو يا سيدي. الشيخ نبيل شاب ملتزم ومحترم جدا، متجوز بس ما خلفش. لف سنين على الدكاترة عشان موضوع الخلفة ده، بس من غير فايدة. في يوم نبيل كان مع فوق سياحي في سينا، وفجأة جات له رسالة غيرت حياته كلها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. دي مش غيرتها، دي شمطتها. كلمنا الاهلي ورفضوا، ما عندهمش وقت. الزمالك طبعا انتوا عارفين مشاكلهم كتير واحنا مش ناقصين. الاسماعيلي مسافرين. اخبار سموحه ايه؟ ما كلمناهمش. صالح ما تزعلوش يا رجاله، احنا تعبنا وربنا هيعوضنا بحاجه احسن ان شاء الله. انكرويابل موفي شانس. احنا دورنا ولقينا سجن في المانيا بيعملوا نفس فكرتكم، مساجين عاملين فريق كوره. بعتنا لهم الفكره ودعوه، والنهارده جه الرد. هتلعبوا الماتش زي النهارده بعد اسبوعين. روح افرح بعيد عني. سوري. استنى يا باشا، دلوقتي الكلام اتغير. زي ما حضرتك بتقول احنا هنلعب باسم مصر، ودي حاجه ليها حسابات تانية خالص. يعني ايه؟ ماتش دولي يعني معسكر تدريب على نظافه، ولا ايه يا كباتن؟ طبعا ده كلام مظبوط يا فندم. ولادي ضعفانين من اكل السجن، فمحتاجين خبير تغذيه، او على الاقل ودينا للبرنس. ايوه حضرتك، كل اللعيبه قبل الماتشات المهمه محتاجين ساونا وجاكوزي ومساج ونسوان. نعم. سوري. انا اقصد ان احنا المفروض نخرج نبعد عن المجرمين شويه. يعني انا مطلوب مني ايه بالظبط؟ المطلوب ان اللعيبه تتلم في مكان هادي، جو نضيف، اكل نضيف، نومه نضيف. ده اسم مصر يا باشا، مش لعبه. طيب سيبوها لي كده اوضبها وارد عليكم. مفيش وقت للتفكير، انت لازم تقرر بسرعه. انت بالذات مش هتخرج من السجن، انت عندك احكام 600 سنه. ده مين ده اللي مش هيخرج؟
لا تايسون في ايه؟ صلي على النبي. ده بيقول لي انا لا فيش حاجه بقى. انت اتهبلت ولا ايه؟ عايز تضرب وزير الداخليه؟ امال لو وزير البيئه كنت عملت ايه؟ صلي على النبي. انت عايز المعسكر فين يا كونجو؟ طب ثانيه واحده يا باشا بس. تايلاند، انا احب تايلاند قوي. سوهاج انا رحت سوهاج. في سويسرا انا جربتها. مش هنبعد قوي يا باشا. يلا حبيبي بنت شويه. لا معلش ياما مش واخد بالي. تيجي فين؟ يا حبيبي نيجي نقضي معاك ليلتين. هو اي كلام بيتقال ياما؟ اي كلام. ما انا عارفاك يا كمان لما بتستندل. انت ليه ياما غاويه تسمي بدن ياما؟ هو انت لسه شفت تسمم بدن؟ ده انا هرقعك دعوه تجيبك الارض. الهي ربنا يكسفك زي ما كسفتني يا كمان. فو. على العموم انا خدت بالي، هكتب لك على شويه مراهم مفيده جدا. سمر معقوله؟ فعش. Ice piccata avec les champignons, saumon fumé, avec le fruit de salade. مش عايز حد كمان ينتف لك حواجبك يا روح امك. اقفل يلا. سالو. العيال هربت. يا عم شفته 100 مره. خلصوه تعالوا افطروا يلا. هو ايه اللي شفته؟ بقول لك العيال هربت، العيال هربت يا كمان. هاتولي الكلب اللي اسمه كمان. هاتولي الكلب اللي اسمه كمان. ازود لك شويه؟ الله يخرب بيتك على بيت الكورة. الله يعطيني يا وش الفقر. اهدى اهدى يا صديقي عشان صحتك. عجبك رقدتك دي؟ اهدى. اهلا. وانا هلحق اهلا؟ انا قدامي دقيقتين وفايص خالص. اللي هربوا 5 لعيبه بس فاطمن. لعيبة؟ انت لسه بتقول عليهم لعيبة؟ دول مساجين، يعني مجرمين هيعيشوا مجرمين ويموتوا مجرمين، فهمت؟ اديني 48 ساعة واجيب لك العيال دي كلها. 48 ساعة بس. عارف ال 48 ساعة دول هينقذوك من ايه؟ من ايه؟ من محاكمة عسكرية. من محاكمة عسكرية. طيب من محاكمة. خلاص 48 ساعة كمان ها؟ 48 ساعة. هينقذوني من محاكمة عسكرية. من محاكمة عسكرية. خلاص ماشي يا كمال. قدامك لبكرة الساعة 12 بالليل. 12:05 حط الكلاب الداخلية عليكم يلموكوا واحد واحد بينزوروا وهيعضوكوا في أماكن أنت عارفها. عارفها كويس. اتفضل. اتفضل ايه في المهرجان اللي بره والحراسة دي؟ وعاوز أعمل لك إيه إن شاء الله؟ هربني. إيه؟ أهربك؟ انت هتسيح عاوز أهربك؟ خرجني من هنا. افتح الطريق افتح الطريق. شمالك يا اجرة خد شمالك. يا جماعه معايا واحد محروق. افتح الطريق. لو سمحت كنت عايز عنوان واحد اسمه نبيل كان شغال عندكم سواق، عشان بس في فلوس كنت عايز اديها لمراته. نبيل اتظلم يا كابتن. والله عارف، بس هو كده بيظلم نفسه زياده. طب ما دام انت عارف ما تسيبه يلحق نفسه. هو كده بيلحق نفسه، ده بيورطها اكتر. انا لو نبيل ما رجعش معايا محدش هيرحمه. قلتي ايه؟ هقول لك. انت
انت شخص اناني وفاشل وما انتش قد المسؤوليه اللي انا اديتها لك. انا؟ ايوه انت ما فكرتش غير في نفسك وبس، ما فكرتش اللي انت عملته ده ممكن يأذيني ولا لا. وانت تعرف ايه عن الاذيه يا كابتن؟ يا نبيل انت لو ظلمت مش انا اللي ظلمت. يا شيخ نبيل البوليس جاي. الله يخربك يا شيخ نبيل. طب واحنا هنفضل نجري لحد فين؟ ده احنا داخلين على الاردن خلاص. بص يا كمان، انا هريحك واجيبها لك من الاخر. انسى موضوع ان انا ارجع معاك ده نهائي. هو انا كنت عملت ايه يعني؟ انا واحد كنت شغال سواق اتوبيس كافي خيري شري. ده انا يا راجل عمري ما دوست على قطه وانا سايق. يا نبيل ارجع عشان خاطر ابنك مش عشانك. انا بعمل كل ده عشان خاطر ابني، عشان اربيه تربيه كويسه. بصراحه كده انا كلها اسبوع 10 ايام وهاخد مراتي وابني ونخلع بره البلد. اما بقى موضوع الماتش فانت قدها ودود يا كوتش. ده اخر كلام عندك؟ بصراحه. طيب يا نبيل انا همشي، بس قبل ما امشي عايز افهمك على حاجه. انت يا اما هتتمسك يا اما هتفضل طول عمرك مستخبي، وبراحتك انت. سلام. في ايه؟ كابتن جمال صح؟ انا بحبك قوي يا كابتن ومعجب بيك جدا. ربنا يخليك، ده انا اللي حبيبي. معجب بالبوكسرات دي جدا والله العظيم. اتفضل يا كابتن ما يغلاش عليك. كنت عايز اسالك سؤال صغير. اتفضل اهلا وسهلا. هو انت مقاسك كام؟ والله انا عاده بلبس اكس لارج. يا راجل ما تبالغش قوي كده. عادل فين يالا؟ خد العصير يا شيخ. كده بقى محدش هيعرفني. بقول لك ايه يا شيخ، هم اصحابك اللي في ايطاليا هيعرفوا يسفرونا ليبيا ولا ايه؟ احنا طالعين ليبيا وبعد كده ايطاليا يا حمار. طب معلش سؤال بس، هي ليبيا بعد الكارتة بتاعت اسكندرية ولا قبل الكارتة بتاعت اسماعيلية وانت جاي من المنصورة؟ احنا بنفهم بس مش عارف. ايه ده؟ هو هربان ليبيا برضه ولا ايه؟ افتح يا عم افتح. راح ليبيا جاري؟ ايه ده؟ ايه اللي انت مهببه في نفسك ده؟ عامل لي صفوة حجازي يا عادل؟ اخترت اغبى واحد فيهم وبتهرب زيه؟ سيلتو بلاي كمان. سيلتو بلاي باللي انت مهببه ده قدامي. وانت يا ديبا يلا. يا ايه؟ يا ديبا. انت عرفتني ازاي؟ ده انا مغير شكلي خالص. ازاي؟ قدام. انتوا هربتوا ازاي يا عادل؟ مساء الخير. مساء النور. صدقي موجود؟ نقول له مين؟ قول له كمال جاب لك الحاجه. يا سيادة الوزير اطمن سعادتك، كله تمام. طب خد بالك ده في بعض القنوات كلموني عشان يذيعوا الماتش. العيال بتتمرن على الاخر يا فندم وكل حاجه ماشيه مظبوط. طيب مع الف سلامه. استرها معايا يا رب. مساء الخير يا جماعه. انت مين؟ انا صاحب شناوي. وايه اللي جابك دلوقتي؟ لا ده شناوي كان عازمني عشان اجي احضر معاكم الطار. كده انت عايزين حد ولا ايه؟ لا لكن ما دام صاحب شناوي يبقى لازم نعمل معاه الواجب، عشان كده هتتعشى عندنا النهارده. عليا الطلاق بالثلاثه دول اللي انتوا اصلحوا النهارده. طلاق على طلاقك لو ما تسمع معايا لا تقوم فرق. وربنا ما عاوز اتعشى، انا واكل الحمد لله. انا عاوز شناوي الله يكرمك. تعالى معاك. السلام عليكم.
شناوي. أنا عمري ما طلبت منك حاجة يا كمان، بس وحياة العيش والملح اللي بينا أحب على رجلك يا شيخ. سايق عليك النبي لا تسيبني، سيبني آخد طار أبوي وبعديها هسلم نفسي هسلم. انت شفت فيلم الهروب كام مرة؟ كتير. ده كتير قوي، ده انت حافظه. عجبتك؟ زبالة يا حبيبي. هو ليه؟ مين ده يا شناوي؟ ده صاحبي أخوي ومالكش صالح بيه. اطلع انت الشقلب بره لحد ما نموت الواد وتيجي. تموت مين بس يا شناوي؟ صلي على النبي، انت عايز تودي نفسك في داهية. كمول انا قلت لك انا مش راجع مصر تاني. امال عايز تفضل عايش زي منصور الحفني كده طول عمرك يا شناوي؟ في واحد اتقتل قصاد واحد، عايز ايه تاني؟ يا كمال انا ابويا ما يكفينيش في بلد بزيها، وولاد عمتك دول مش هيكفيهم فخوم بلد بحالها برضه، واخرتها ايه؟ يا ابني انت فاضل لك سنتين وتخرج تعيش لك ايام حلوه. عايز ترجع على حبل المشنقه ليه يا شناوي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ده انت حتى حمار ما بتعرفش تهرب، تصدق؟ والله ده الناس هنا دلوني عليك في ثانيه. عشان مشهور. ايه مشهور يا هاني سلامه يعني؟ مين هاني سلامه؟ يا عم اسكت. مين ده يا شناوي؟ والله يخرب بيت دي ليله. عليا الطلاق لو ما سكت لموتك وموت. ويه؟ معلش ممكن بس ما خلصناش لسه. اتفضل معلش. بقول لك يا شناوي خليه يسلمك كفن قدام الناس، واقفل بقى بحر الدم ده. بقول لك ابويا كمان. الحاج ايه الحاج ايه؟ ولاد عمتك جايين ياخدوا الواد اللي احنا هنقتلوه. نعم يا اخويا. اسود احرج على السطح انت يا ابني، احرج على السطح. ما تخافش يا كمال، معاك شناوي، ما تخافش. روح هون. هي دي العربيه اللي هنهرب فيها؟ مالها العربية يا كمال؟ مش أحسن من العجل اللي أنت جاي بيها؟ ودي العربية اللي كنا هننقل فيها الجثة. ما تضربني قلمين احسن. ما أنت بقى إيه يا كمال؟ بقول لك ايه، شوف لنا طريق تاني غير ده عشان ده مليان لجن. اطلع الطريق الغربي. كمال في ايه؟ خضتني. في ايه؟ تصدق انا عارف من الاول ان جابر ده هو اللي هيتعبني. ايوه. البواب قال لك ايه؟ البواب قال لي ان جابر جه العياده اول امبارح، قعد نص ساعه وبعد كده نزل، جاله تاكسي، ركب التاكسي ومشي. جاله تاكس؟ ما سالتوش التاكسي اللي جاله ده كان مركب حد ولا فاضي؟ عيب عليك يا كمال، ده انا شناوي. سالته قال لي التاكسي كان فاضي. بس دلوقتي السؤال الملح، ليه جابر جه العياده في هذا الوقت من العام؟ كايرو كاب، مساء الخير. مساء الخير، كنت عايز من فضلك تاكسي على العنوان اللي متسجل عندك. الاتجاه يا فندم؟ زي المره اللي فاتت. حدائق الاهرام، بوابه خوف. يخرب بيت جمالك، انت اسمك ايه؟ احمد بدوي يا فندم. انا لو طول ابوسك يا احمد كنت بوستك. يا ابني انت ايوه يا باشا. ما فيش حد جه عندك على بوابه السجن؟ لا ما فيش حد يا باشا. استر معايا يا رب، استر معايا. فيلا عز الدين حسين، فيلا بدر الدين حسين، فيلا سعد الدين حسين. احنا جينا حدائق حسين ولا ايه؟ فيلا في سوان الدكش. منسلم عليها كمان. عايز تنزل تسلم على الدكش؟ الطم على وشي، الطم على وشي يا شناوي. كمل قرايه. فيلا مدام سوبر جيت. فيلا مدام سوزيت. جبت منين سوبر جيت دي؟ مدام سوزيت. مدام سوزيت. فيلا جابر هميس. ايه اللي وقفت ليه؟ لا ده احنا هنسلم على الدكش. ايوه سلم على الدكش، يلا سلم على الدكش. سبت فراغ كبير. فراغ ايه ونيلة ايه؟ بقى بتهرب وتسخن العيال يهربوا يا جابر يا واطي يا قليل الاصل. كيمو، قلة الأدب دي. هانت عليك العشرة يا أخي. كمان أنا آسف، أنا ما قصدتش.
بس انا برضه يا اخي بني ادم، عندي احاسيس ومشاعر، بحب. حب ايه ونيله ايه؟ انا نفسي اعرف النسوان دي بتحبك على ايه يا جابر؟ ده انت حتى شبه تيتا الله يرحمها. الله يرحمها. انا هقول لك النسوان بيحبوني على ايه. ايوه. لا شيء يفوق الخبره. بلس الكاريزما. يعني ايه كاريزما؟ يعني انت بلس معديه معاك مفيش مشاكل. يلا يا جابر قوم معايا. انا هقوم معاك وحاضر، بس ادوني دقايق اصل جسمي فاكك. فاكك ايه ونيله ايه؟ يلا قوم معايا. كمال ابرد. اتنيل يلا. انا بقول نقعد شويه. سايق عليك النبي يا كمال لا نقعد شويه. هنقعد. انا بقول نمشي. وحياه امي لا نقعد. مين دول يا جابر؟ حبيبتي دول دكاتره زمايلي. دكتور شناوي. دكتور في ايه؟ مخ واسنان. دكتور كمال. مسالك بوليه. انت عندك خمره ايه؟ لا سلتش الخمره. مراتي. ها مرات اخوكم يا ولاد. هو بيعمل كده ليه؟ مش قال لك مخ واسنان؟ طب اجيب لكم حاجه تشربوها؟ يلا. انت رايح فين؟ هجيب لكم حاجه تشربوها. لا معلش. يا حبيبتي اصل الدكاتره زمايلي مستعجلين قوي. الدكاتره عندهم عمليه بكره الصبح بدري. عمليه ايه؟ سطو مسلح. طيب اسيبكم انا بقى. ايه اسيبكم انا، استنوني بره شويه البس بس. احنا هنستناك هنا. لا هنا بتمطر. معانا شماشي. شماشي ماشي. ايه مرات ابوكم. كلوا فاكهه. خد يا كيمو فاكهه. يلا. شفت يوم. البت جامده قوي يا شناوي. انهين فيه. لو انت شفت كام واحد؟ انا ما شايفش اي حاجه يا كمال. كمال استناني يا كمال. جاهزين يا رجاله؟ انتوا خايفين ولا ايه؟ بصراحه خايفين. وحياتك مش قدي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا قصدي يعني ان الخوف ده شيء صحي جدا مفيد لينا كلنا. الناس دي مش احسن مننا في حاجه. ولا احنا احسن منهم يا كمال في حاجه. والله عندك حق يا شناوي، بس احنا تعبنا يا جماعه. وهم كمان تعبوا. انت معايا ولا معاهم؟ في ايه؟ انت عشان هتلعب هتتعبنا؟ انا مع الحق. انا عايز تركيز، كرة من لمسه واحده ونتحرك كلنا لبعض. بلاش كور عاليه عشان ما بنعرفش نجيبها، قصيرين كلنا. عادل اؤمر. ابوس ايدك عشان خاطري، عشان خاطرنا كلنا. بلاش دي. هبهرك. ابقى قابلني. هو التكنيك فرقة ألمانيا عامل زي التكنيك فرقة بتاعتنا برضه؟ توكلنا على الله. يلا يا رجاله. مساء الفل يا رجاله. المدرب المصري بتاع الفريق اللي جنبك، الكشك اللي جنبيك ده. أصدقاء الكرام السادة المتطبعين، أهلا ومرحبا بكم في الحدث الكبير، الحدث الأقوى الذي يترقبه الملايين بين الفريق المصري والفريق الألماني. المان شفت والفراعنة السود. هي صفرة البداية، انطلقت المباراة. كرة سريعة للألمان، بيكون الفريق المصري عن طريق كوندو، توسيعة ممتازة لكن خارج الملعب. من هذا اللقاء الناري سيكون نار يا حبيبي. ترجع تاني الكرة عن طريق فليب لام، الماكينات الألمانية كما نرى الشناوي في حراسة المرمى. تمشي كرة سريعة جدا، حسن من الأخطاء، يوزع كرة ممتازة وبالراس الأبرور توماس مولر يضرب بأول هدف اللقاء. مش معقول من هذا الأجواء، من هذا السيناريو يقصى الفراعنة السود بأول هدف اللقاء. المان شفت 1، الفريق الألماني 1-0 الفريق المصري. يا فندم هذا ايه؟ لسه احنا في اول ماتش.
أين التركيز؟ أين الجوكر؟ يقصى الفريق المصري بأول هدف اللقاء. ترجع تاني الكرة في وسط الميدان عن طريق كونغو. ديبا اللمسة الثانية ممتازة ما فيها شيء. الحكم يقول ما فيش خطأ ما فيش تماس. تلا كرة يلا كرة بضغط اللاعبين يلعب بالكعب ممتازة وفي خطأ. الحكم يقول خطأ لصالح الفريق المصري. من هذا الأجواء شوف التشعل بيقان. أين الهدوء الآن؟ كونغو والمشاجرات ممتازة اللعب عن طريق الدكتور جابر وفي كارت أصفر الآن عن طريق فليب لام في إصابة. هل الآن سيتغير أحد من اللاعبين؟ كونغو القائد والليدر هو كابتن الفريق يفكر الآن في التغيير في هذا الثواني. من سيدخل؟ ها هو وحش السجون العملاق تايسون. منك يا تايسون. أنا أقول سيعمل المفاجآت اللاعب الكبير كما نرى الكوتش شلاش. أول كرة يمشي الثاني لمسة ممتازة سريعة جدا حذر من الأخطاء ويضرب اللاعب مش معقول. تايسون الآن يقفز على اللاعب الألماني ويفتح الغدارة. لا مش ليك، ده ليه ده ليه ده طرد ما يجراش حاجه دي. محدش يقدر يلمسك طول ما انا عايش. ربنا يخليك، ما هو ده العشم برضه. تحب اقتل لك اي حد تاني؟ لا ماتش تاني بقى نبقى عاملين حسابنا. عايز حاجه؟ ربنا يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يبقى خلينا نشوف. مع السلامه. مع السلامه. نتفشخ. نستأنف المباراة مرة أخرى أصدقاء الكرام. بالراس ترجع ثاني والكوتش الألماني يقول الكلمات بالكعب ممتازة في البلام إلى توماس مولر. أين توني كروس؟ ولكن الألمان هم الأفضل في الشوط الأول. ترجع ثاني كرة حسن متزداد يسدد كرة ولم الثاني. هدف قاتل يصعب الأجواء على الفريق المصري. انتوا مالكوا في ايه؟ مش مركزين ليه؟ ايه اللي حصل لكم؟ اوعوا تكونوا فاكرين ان انا اخترتكم عشان انتوا لعيبه جامده. انا اخترتكم عشان انتوا رجاله، او كنت فاكركم رجاله. يا جماعه احنا كل واحد فينا اتحرم من بيته ومن اهله، والنهارده جت الفرصه عشان نصلح كل الغلط اللي عملناه. ليه عايزين تحرمونا من الفرصه دي؟ خلوا الناس اللي جت بره دي تفرح بينا وتحترمكم. انا مش هخسر الماتش ده. انتوا معايا ولا مش معايا؟ معايا ولا مش معايا؟ معاك يا ابو كمال. وغلاوه ابني عمر هتكسب الماتش ده. معاك مرة أخرى أصدقاء الكرام السادة المتابعين ننطلق إلى الشوط الثاني والأخير كما نرى نزول الشيخ نبيل البركة. هل يسجل أم لا؟ عندي ثقة المنتخب المصري ممكن يسجل. ترجع ثاني كرة عن طريق كونغو. الشيخ نبيل هو الهدف الأول. الله يا المصريين. يلا كرة يلا سريعة 2-1 على قول الفريق الألماني. إذا سجل هدف ثاني سيكون التعادل القاتل. الشيخ نبيل البركة يضرب كرة عن طريق كونغو. شوف المراوغة يا ولد يا لعيب. منك يا ولدي. يمشي ثاني كونغو العظيم الجميل الكل يشاهد يوزع كرة. يلا الثاني ديبا ولا بالثاني. الله يا المصريين. جول 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 عن طريق اللاعب ديبا. 2-2 ما شاء الله عليكم يا المصريين. هدف ثاني قاتل يصعب كل الاجواء على الفريق الالماني. دقيقتين على النهايه ومش ممكن وركله جزاء. خطا بيكون ركله جزاء على اللاعب الشيخ نبيل. منك يا نبيل. ولكن كره صعبه جدا على التنفيذ. توماس مولر اللاعب يقول توماس مولر شناوي في هذا الثواني. منك يا شناوي. كل القلوب المصريين معاك. يدخل توماس مولر يسدد كرة ولكن الحارس العملاق الله ما شاء الله عليه. يلا المصري يقول 5 عليك يا شناوي. الله يا ولدي تسلم ايدك. كرة ثانية سريعة من هذه الاجواء من هذه الكواليس الغريبة. لقاء التيكي تاكا عن طريق الكبار. يمشي ثاني كونغو الكبير. هذا هو كابتن مصر العملاق. يمشي وحده يسدد كرة.
الهدف الثالث. الله 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 ما شاء الله، فعلوها المصريين، قلت لك يفعلوها الرجال، فعلوها الفرسان، حققوها الابطال بطولة الكأس الغنية. هذا الجيل هذا من الفراعنة الأسود، منكم يا الأبطال، أحرجوا الماكينات الألمانية. شوف رقصة الابتسامة، نعم أنتم الأبطال. نشكركم أصدقاء المتابعين، لكم معلقكم إيشا الشوالي. اهلا وسهلا بكم في مسرح الإناث مع الساحر العالمي اللام. دكتور يا اخوانا دكتور،